طبعا ده بازار من القاضي شمال طبعا كل فرعوني بتجسد مظاهر اللي هي عند الفراعنه كل مظاهر الحياه عند الفراعنه من لحظه الوفاه الى وقت الله الى وقت البازارات في ورق البردي ليها ناس متخصصين جدا لازم يكون فاهم فيها فاهم في كل حاجه فاهم في مراحل التصنيع بتاعتها عارف هيجيب بضاعته منين عارف مزاج السائح اللي جاي له عايز ايه فكمان التنسيق نفسه داخل المكان بيدي انطباع للسائح عن الاريحيه ويلزمه بعمليه الشراء. طبعا كل سائح بيجي مصر نفسه يوثق رحلته سواء بالهدايا اللي بياخدها سواء كانت منسمات فرعونيه وطبعا ما فيش حد بيجي ويمشي من غير ما ياخد ورق بردي. ورق البردي في كل حاجه كل المقابر اللي بيزورها كل المعابد اللي بيزورها حتى اللي ما بيزورهاش وموجوده في اماكن ثانيه لو كان البرنامج الرحله بتاعه مثلا مش رايح ابو سمبل فبيلاقي برضه ياكل على ابو سمبل لو مش رايح الجندره بيلاقي الجندره لو مش رايح المنيا بيلاقي في حاجات للمنيا فكل الحاجات دي كل الرسومات بتلبي رغبات السياح وبالتالي زي ما عرفت من الناس المشرفين على المكان ان بيتم التعامل بمراعاه المعايير البيئيه بدقه شديده جدا في عمليه تصنيع الورق وفي عمليه اختيار الالوان، يعني الالوان كلها الوان طبيعيه ليست فيها اي مواد كيماويه عشان المعايير البيئيه اللي الاجانب بيحافظوا عليها جدا. والاحجام زي ما احنا شايفين بتبدا من الاحجام الصغيره للجداريات للاحجام الكبيره للمناظر البانوراما اللي بيتم تجميع اكثر من صور من اكثر من مكان ومن اكثر من مقبره ومن اكثر من معبد بيتم تجميعها في لوحه واحده عشان عمليه الجذب للسائح. ممكن السائح يبقى عايز صوره تجمع كل مظاهر الحضاره المصريه. في واحد بيبقى عايز حاجه معينه مقبره معينه نفرتيتي رمسيس الثاني قاعه امون. في حد بيبقى عايز مسله معبد الاقصر. في حد بيبقى عايز قدس الاقداس معبد الكرنك. في ناس بتبقى عايزه البحيره المقدسه. فكل واحد بيبقى له عنده طلبات وبالتالي لازم المحل يكون فيه كل ما يلبي ذوق السائح ويلبي متطلباته. والوضع العام الاقصر حاليا المدينه احنا في بدايه السيزون الشتوي ده بدايه الموسم السياحي في الاقصر. ما شاء الله المدينه منتعشه حركه السياح فيها كتير. البساطه السياحيه قدام معبد الاقصر تقريبا الباركنج فل. عدد السياح داخل المعبد زحام شديد الاجانب بيقابلوه في كل مكان مقارنه بالفترات الكبيسه السابقه اللي كنا شفناها ولما توقفت حركه السياحه في مصر. ودلوقتي حتى الاقصريين نفسهم اللي بيشتغلوا على نشاط السياحه سواء التاكسي سواء عمل الحنطور سواء المراكب والانشطه اللي في النيل الناس عادت الابتسامه على وجوهها من جديد واصبح الكل سعيد بعوده حركه السياحه. واحنا عارفين ان السياحه من اكبر مصادر الدخل القومي لمصر وعدد السياح في مصر تقريبا مصر بتخطط حتى قبل افتتاح المتحف المصري الكبير ان احنا نوصل ل 30 مليون سائح وهي واحده من اكبر موارد النقد الاجنبي لمصر. كمان كثره الاماكن السياحيه في مصر وتطوير جوده الخدمه ده بيساعد على ان السائح يقضي عدد ليالي اقامه اكبر اقامته في مصر تزيد. وكمان مصر بتستهدف جذب السياح الاكثر انفاقا لان السائح الاكثر انفاقا بيصرف في كل حاجه بيصرف في الفندق بيختار فندق كويس بمبيعاته الهدايا اللي بيشتريها المطاعم بيعمل رواج سياحي ومهنه السياحه اصلا اهل الاقصر كلهم عايشين على مهنه السياحه. وان شاء الله نتوقع الخير لمصر ومصر تنجح في وصول 30 مليون سائح قريبا جدا ونوصل بعائدات السياحه الى ارقام غير مسبوقه باذن الله خصوصا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.